بطريقة معينة بنمط معين. كثير عندنا من الأشخاص اللي ما يقبل أن يغير فكره عن الآخر، هذا فكره انتن، هذا فكرك ما يحتاج إلى إحياء، هذا فكرك يحتاج إلى تغيير، فكرك يحتاج إلى بداية جديدة، فكرك يحتاج إلى خليقة جديدة. كم واحد من عندنا اليوم إذا يراجع نفسه راح يشوف بأنه أكو كثير من الأمور في حياته انتنت. وركزوا على هذه الكلمة، انتنت فعلا، فما يحتاج أن نحييها، يحتاج أن تخلق من جديد أفكارا جديدة. كم واحد من عندنا قفل فكره على الإنسان بطريقة معينة، خلاص ما ممكن أن يتغير، حتى هذا الإنسان لو تغير هو ما يغير فكره أبدا. هذه الأفكار انتنت، يحتاج لها إلى خليقة جديدة. يا ويله الإنسان اللي يخطئ، راح يظل ينذكر إلى أجيال وأجيال وأجيال. فلان أخطأ، ما ممكن أن ننساها. هذه الفكرة انتنت، دفنت، ما يحتاج أنه نحن نحييها، يحتاج إلى أن تخلق فكرة جديدة. هكذا كان، هذا لازم يصير هكذا، وغيرها من هذه الأمور. كم إنسان، كم عائلة، كم شخص دمرناه بسبب أفكارنا وكلامنا اللي انتن، اللي تعفن. أعذر على الكلمات بس لكن حتى يكون إلها وقع قوي. كم واحد من عندنا يعرف الحقيقة بس ما يقولها؟ ليش؟ لأنه عنده في باله أفكار أخرى انتنت ما يريد أن تطلع للحياة. كم واحد اليوم من عندنا مكيف لأنه عايش عيشة لعازر في القبر، ظلام حتى ما يبين أخطاؤه، مكبل حتى ما يبين إنه كل شيء في حياته انتن. كم واحد من عندنا كي يعيش حالة لعازر، مغطى بكفن أبيض جميل براق، ولكن من الداخل جسد مهتري، من الداخل جسد منتن، من داخل أفكار سيئة، أفكار غير إيمانية وغير مسيحية، غير إنسانية وغير مسيحية. كم واحد من عندنا عنده هكذا حياة؟ فهذا الشخص راح يكيف أنه يكون مثل لعازر، بعيد ما ينشاف، متخبي. نفس الوقت كم واحد من عندنا اليوم كي يخبيها هي للخطيئة مالته اللي جعلت حياته أن تنتن، ومكيف عليها. فلعازر اليوم أخوتي الأحباء موجود بيناتنا. ممكن أن يكون قلب كل واحد من عندنا هو قلب لعازر، قلب انتن، ما يعرف يحب، ما يعرف يعطي الحياة، ما يعرف أن يعطي فرصة لأخوه الإنسان. كي ننسى أن ربنا يسوع المسيح تحمل كل هذه الآلام من أجل منه؟ من أجلي ومن أجلك ومن أجلك، من أجلنا كلنا. ربنا مشى إلى بيت يائيروس ودخل موكب الموت مع ابن الأرملة،
وراح إلى القبر عند لعازر حتى يخلقوا من جديد. كل هذه التضحيات اللي قام بها ربنا هي من أجلنا أن نفهم شلون نحن نكون خليقة جديدة اليوم للرب. نقدر اليوم نفهم لعازر هذا القبر اللي يمثل العالم، اللي صار عنده هذا العالم كثير مما يحتويه من أمور نتنة، من أمور سيئة. بئس هذا العالم اللي يفتخر بقوة تقتل الإنسان، بئس هذا العالم اللي ما كان يعرف أن يصدر قرار يحمي حقوق الإنسان، بئس هذا العالم اللي ما كان يعرف أن ينقل صورة إنسانية حقيقية. صرنا نتلذذ بقتل الإنسان، وصرنا نفرح بدمار الإنسان، وصرنا نهاب الإنسان الذي له قوة في قتل أخوه الإنسان. بئس هذه الحياة. هذا لعازر النتن اللي موجود في القبر، هذه هي حياته. الإنسان اللي ما يفرح بأخوه الإنسان اللي له قوة على المغفرة، إنه الإنسان اللي له قوة في المحبة، الإنسان اللي له قوة في إعادة الحق للمظلوم، هذا ما راح يكون إنسان، هذا راح يكون لعازر في القبر منتن. فحذاري أيها الأحباء أن نخاف أو أن نهاب القاتل، أن لا نصفق للظالم، وأن لا نفرح مع المخطئ. هؤلاء هم لعازر في القبر، هؤلاء هم حياة نتنة، لا يعرفون النور، مكبلين مقيدين، يعيشون في ظلمة، أسرى لقبر اللي هو أفكار سيئة. فاليوم أخوتي الأحباء، خلونا نحن اليوم نتمسك بربنا ونسمع الصوت اللي أعطاه الرب للعازر وأحياه. خلونا أن لا نتلذذ بهذه الأمور السيئة، خلونا نحن نتلهف إلى أن نسمع إلى كلام ربنا، إنه هذا الكلام اللي راح يرجع يخلق حياتنا من جديد ويعيدنا إلى الطريق الصحيح. راح يخرجنا ربنا من كل ما نعانيه ويعيد لنا الفرح والبهجة والسرور. راح يعيد لنا ربنا القيامة، القيامة اللي إجا ربنا من أجلها واللي قال أكمل، القيامة اللي أعطت حق للمظلوم، القيامة التي وقفت في وجه الظالم، والقيامة التي أعطت الحرية للمكبل، القيامة اللي حقق فينا النشيد اللي قالته مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. نظر إلى تواضع أمته، رفع الضعفاء وأنزل المتكبرين. هذه هي القيامة اللي نحن اليوم كي نبحث عنها، قيامة أنه نحن نرفع أخونا الإنسان، نرفع المظلوم، نفك المقيد، نخلي الشمس والضوء يشرق في أماكن الظلمة. القيامة هي أن نخلق من جديد. هذه الدروس الثلاثة الإيمانية اللي أعطانا إياها ربنا، واللي تخلينا أنه نحن اليوم نعيش كناس جدد
أخوتي الأحباء، خلونا اليوم ننظر إلى ربنا يسوع المسيح، هذا الإله اللي تجسد واللي صار ذبيحة من أجلنا، وأعطانا هذا اليوم المقدس حتى نحتفل بهذا الانتصار الكبير اللي حققه الرب وعطى لنا الحياة. فاليوم يا رب نصلي لك ونطلب من عندك، مثل ما دخلت إلى بيت يايروس وأحييت ابنته وأعدت الحياة لهذا البيت المدمر، نطلب منك يا رب أن تدخل إلى بيوتنا، أن تبارك عوائلنا بحق هذه الآلام المقدسة اللي أنت كي تعيشها. كثير من عوائلنا يا رب اليوم كي تنتظر من عندك الكلمة، كي تنتظر من عندك أن تقيمها من النوم الكبير اللي هي كي تعيش بينه. يا رب كثير من شبابنا اليوم ماشيين في موكب الموت، صايرين إلى الفناء، نطلب من عندك يا رب أن تدخل إلى هذا الموكب، أن توقفوا، أن تعيد الحياة إلى شبابنا وشاباتنا اللي كبلتهم الخطيئة واللي كي يغطون نفسهم بيها. نطلب من عندك يا رب تخليهم ينطقون بكلمتك، يعلنون بشارتك في كل تصرفاتهم، أقوالهم، أفعالهم، ملابسهم، عقلهم، كل ما كي يقومون بينه. يا رب اليوم وصلنا إلى مرحلة كي نعيش فيها حياة لعازر. كثير من الأمور في حياتنا انتنت، كثير من الأمور في حياتنا كبلتنا الخطيئة، كبلتنا الضيقات، كي تكبلنا الحروب، بدينا أنه نحن نبتعد عن إنسانيتنا، بدينا أنه نحن نبتعد عن أخونا الإنسان وكل شيء في حياتنا الجميل اللي خلقته يا رب كي يذبل وكي ينتن. محتاجين اليوم يا رب أن نسمع صوتك حتى نخرج من هذه المحنة، وأنت الوحيد القادر على إخراجنا. اليوم نقول لك يا رب أنه نحن مستعدين أن نسمع صوتك مهما كانت الظروف اللي كي تعصف بينا، مهما كان الألم، مهما كانت الضيقات، مستعدين يا رب أن نسمع صوتك، الصوت اللي راح يحررنا والصوت اللي راح يعطي لنا الحياة الأبدية. يا رب اليوم نحن ماشيين معك في درب الألم حتى نوصل معك أيضا إلى مجد القيامة. آمين. وليبارككم الرب باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين.
جبت هويا مسيرة بصر صليوة بسنتة وخليثة وهديثة، وأيضا محتفلخ بهذا يوم بآلام وموسد مشيحة مرجينا جميع دد مفتكر بتنياثة دد أمرخب هذا باني أناشيت دسهستد صليوة. صحيفة 2 عدد 15 بكليلة كتوى كلها وهو الموت سأزولا أما برخا قاشلا أثيما القتيلا بدسح صلوى خبقلين شوقاني صيان رخشلين رشقرا دادم سمخلين طال القى ما محرسلين طين أصلي واد خاتم خشل ماري دخلقتم هل دم طيلة غرامتم دقار لقاغلتم إشعيا بيحكي لي برويم خاصانا غزيلة سفر عنه نوبيلة طيارته كم ساقيلة مشقل كم حاكميلة لحكي له ولا توني له مع صيته كم نقشي له جرح أخلاك إيذي له اختيروا لا فشلي بعيرق بالرزيلة جناهن كم قاطعني لين بسمارك نصبي لي لصليواك مرافيلي دا صوح كم قدمي لي صورة وخالة لا اشتيري
بين تريد خري وثام بتحارة خماني مرة زديلي لي شوطون إسلام إن ملكايت دبري سام خالص لا ما زاموسام ما وذل مخري وسام أوذات كل شيء بروسام ضايق أخوة ثان موسام وقنا ورسيل سام كم جاوب لمريش قايسام خلصانا داقا يا سام ما تخلصا هذه كاسام من يبتاوي برد سام كل ما ديك ملين بذراخ حمسول ملين دباب دم صالح ذا باصر دكم تارك لهم شمشخ شكله بعين يوثام أرأشنش لا جيخ موثام صلخ لبسترة دودوثام شسد ضيق موثام
ثخل بن قشتا قال جتري 31 كيف شد بخاخ وما جدالي يا دم عدخ محرم ديان ممناخ لبش الصلخاخ دم خاموم مجرخ فران بمشي حمحاصلاخ هاليلويا جاسدح ودمي شقلخ تخير برد سمناماخ جميلا هالبيت الشمعون لقلا ثادي شط شقلا مش خمس رقلا دم دينام خللا قصد ريشه منشفلا هاليلويا تخرونا دمار توخى وذلا من جيل أخفن تخري إما دبريتا إما دي شاطونتا بقوار تمخى صانيثا نونفتونثا رايس رحمة وبركاته رشد عذي مرعيثا هاليلويا إن رحمته خلاصا مخطيا من قالوس قرية لايسون برخمار تشبحتو توديثو هدرا قولا سور مرامطا ودلو باطل امين يدخل زبان وابخل عيدا ونشتود نسيق التسبيح لذلك الحي وواهب الحياة بطبيعته الإلهية وقد مات عنا بطبيعة البشرية وأسلم روحه بيدي الآب الذي أرسله ويوسف البار التمس
جسده وفي قبر جديد دفنه، وجعل بين الموتى في التراب بعد أن عذب بأصناف العذاب. التمجيد للذي زرع الحياة بين الأموات بنزوله، وبشر المدفونين بالبعث والنشور بدفنته، الذي يجب له المجد والوقار الآن وفي كل أوان وإلى أبد الآبدين. أيها المسيح إلهنا، أنت هو الحياة الثابتة والغير المنحلة والغير المتناهية. اليوم تنازعت مع الموت من أجل جنسنا الحقير، وقبلت عليك أن تموت على الصليب من جراء مجاوزة آدم الوصية، وقد وافيت إلى أن تكون بين المدفونين في مثل هذا اليوم بنعمتك لكي تعتقنا من سلطان الموت. اليوم عزمت إلى النزول إلى القبر، اليوم أعد لدفنتك الصبر والمر والكتان النقي. اليوم يوسف الرامي تقدم وطلب جسدك من بيلاطس الوالي قائلا: أعطني جسد يسوع، ذاك الفقير، ذاك الغريب، ذاك الذي لا منزل له في الأرض، ذاك الذي حكم عليه بالموت ظلما وهو إله الآلهة حقا، فأخذه ولفه بكتان نقي وحنطه بغاية الوقار. اليوم يوسف ونيقوديموس صارا شركاء في دفنتك المحيا، وبالمر والصبر حنطاك، وبلفائف من كتان درجاك، وبقبر جديد لم يوضع فيه أحد وضعاك. اليوم جعلت وسادتك على رميم آدم، ونمت لتقيمه معك من الموت. اليوم ارتج الموت وخاف وارتعد من موتك، والهاوية المشومة تدمرت عند دخولك إليها. اليوم انتعشت عظام الموتى وخرجوا إلى لقائك، لأنهم استنشقوا رائحة الحياة العطرية، وشعروا بالاستطاعة على النهوض بواسطة دفنتك المحيا. وحيث الآن لدفنتك الجالبة الحياة، نحن معيدون
لذكر موتك المخلص ومتذكرون، فنصرخ بتراتيل روحية ونحن قائلون: يا لها من دفنة محية أتت لنا بواسطتها كل الخيرات. يا لها من دفنة محية بها نهض جنسنا من اعتقال الموت. يا لها من دفنة محية من أجلها صرخ داود النبي وقال: هو ذا بين الموتى ابن الأحرار وفي القبر وائب الحياة. يا لها من دفنة محية صارت خلاصا ورجاء ثابتا لجنسنا. يا لها من دفنة محية بها الراقدون استبشروا بوعد الحياة. يا لها من دفنة محية غفرت ذنب آدم. يا لها من دفنة محية نضحت طل الحياة على المائتين. يا لها من دفنة محية منحت حياة سماوية للمنضجعين. يا لها من دفنة محية بها أشرق النور على جميع الأبرار والصديقين. يا لها من دفنة محية بها توجه المسيح نحو الراقدين. يا لها من دفنة محية بها خرج الأموات إلى لقاء مخلصين. يا لها من دفنة محية بها فرح الموتى بالقتيل الذي يحصي بين جملة المائتين. يا لها من دفنة محية بها سبح الحزان تسبيحا أزال حزنهم وكابتهم. يا لها من دفنة محية لأجلها العلو والعمق قدم شكرا متواترا للمخلص الذي خلصهم. يا لها من دفنة محية فيها سبح آدم وحواء تسبيحا للذي رقد على ترابهما وفداهما. يا لها من دفنة محية جرت فيها عجائب غير محدودة. ولأجل هذا نطلب منك أيها الرب الذي خضعت لحكم الموت على الصليب وخلصتنا أن موتك المحيي يقيمنا من ميتوت الإنذار ونور قيامتك يبهج كآبتنا ورجاء
يعزي أحزاننا، فاجبر اللهم انكسارنا، اجمع تبديدنا، أعن ضعفنا، ارفع شأن كنيستك الجامعة، واحفظ الرئاسة البطرسية بحق دفنتك المحية، وارحم الموتى المؤمنين الذين هم في سجن المطهر معتقلون، لكيما نحن وهم نصعد لك المجد والشكر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. بارخ مور من القبيل حساية حوبي شفقان دحطاه ودخران طاف العاني ذمهمنا بترين علم العالم علمنا. آمين. لا تشبطم ناحم من قبر يكون ملبش الأنسطال شبحا يوم نوحاما. سمخيت وقت راسي آخر سمخيت. توب قدم وحزي القبر قتل وهب هاب ليل من سفر التكوين. ورجع روبين إلى الجب، وإذا يوسف ليس في الجب، فخزق ثيابه، ثم رجع إلى إخوته وقال: الصبي ليس في الجب، وأنا فإلى أين أذهب؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة ولطخوا القميص بالدم، وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ فلما عرفه قال: قميص ابني هو، سبع رديء أكله، قد افترس يوسف افتراسا. وخزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه، وناح على ابنه أياما كثيرة. فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فأبى أن يتعزى، وقال: إني أنزل عند ابني حزينا إلى الهاوية. وبكى عليه أبوه بارخ مور.
نود الأخمر يا عبدي حي نودي لبرد بصليبي جوان بروخون سقزلي حي نودي ونسقز وانشابه راود أشفر لو مثوت للناحي نيسي الله وقارلان نحن ربح شخالة ريصيب صديقيك شبحون حاذن باخ مطول طالخ طالا ودحاية طالت حاية هو يا مريا آلهان الميسى عابزت زمراسا ميطل ما بعد حيا إيسايك سبرت خلهن ما يوسي نحلي طلو لي موتا في راوياه بزبنه مريا الله ننهر لان بارخ مو حول بال برا والروح قادي شاشا نبرا وما واسلام بعمقا من عالم وعذاب العالم المين امين برخموكو خود حلوفي مشي حادم موت أحيمي
وثرى حمانا يمشي حودا موتك محي المثل ناحم العنيدين وثرى حمانا يمشي حودا موتك أحيي مثل ناحم العنيدين وثرى حمانا الأخمر تجبعت لابو في قرو والروح قد جوسغتم رمرموا وعلين حطاي رحمة وحنونو نتفتح طلعي دورش لم دلعك نعل صلاة ذنبي بمشيحا أبون بشمايو قادا ششمخ ديثة ملكوثوف نهوي صبيانا أي كانوا بشمايو وبرع هبلان لحمو سنقونا اليومونا وجبق لان حوبين وحطوهي أي كانوا دوفحنا نجبقن الحيوبين ولو تعلان النسيونا إيلو فاصل من بيشو ميقل ديلوخي ملكوثو حيلو تجبح المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وإلى دهر الداهرين آمين. توصيات اخوتي الاحباء، نتمنى من الجميع انه يقعدون يسمعوا التوصيات، وبعدين راح نقول لكم شلون راح تكون آلية الزيارة. احبائي، للتذكير بسبب التوصيات الأخيرة والظروف الأمنية اللي تعيشها المنطقة، راح نطلب من عندكم أن الزيارات تكون مقتصرة إلى الساعة 10 ليلاً. إلى الساعة 10 تكون التوصيات وتغلق الكنائس، الزيارات عفواً، وتغلق جميع كنائس بغداد بتمام الساعة 10 مساءً. وأيضاً أحبائي، اللي يحب يعترف راح تكون الاعترافات مؤمنة من كهنة الكنيسة، وراح يكونوا متواجدين بيناتكم. أيضاً أحبائي، نتمنى أن اللي هم في صحن الكنيسة يبقون جالسين، وتبدي الزيارات من اللي هم في صف الشمامسة وصف الجوق، وبعدها نتمنى من عندكم أنه تتبعون تعليمات الصادرة أو اللي هي تعليمات لجنة الخدمة. أحبائي، بالنسبة للقداديس نتمنى أنه يكون توزيع المؤمنين إلى القداديس حسب الجداول اللي هي موجودة في صفحة الرعية، وأيضاً اللي هي كالتالي: غداً راح يكون قداس عيد القيامة بتمام